ليه تربي ولادك يكرهوا الفشل لما ممكن تعلمهم يستخدموه صح من اول يوم في المدرسة؟ والفشل بيتحسب جريمة. لو درجاتك قلت فانت فاشل واقعد ساكت. لكن ستيم قلبت المعادلة كلها. هي طريقة مش بتعلمهم انهم يكسبوا من اول مرة، لا، يقع ويقوم ويتعلم من تجربته، بس المرة دي يقوم احسن ويتعلم صح. في ستيم التجربة اللي فشلت مش خسارة، دي معلومة. الطفل لما يبني حاجة وتبوظ منه مش بيحس انه فاشل، لا، بيحس انه قرب من الصح. يقع 10 مرات وفي ال11 يحلها صح، وده اهم فرق، انه يتعلم من تجربته. لان في ستيم الطفل مش بيخاف من الغلط، لا، بيبقى عارف ان الغلط جزء من الطريق مش نهاية الرحلة، وده بيخليهم اهدى، اجرأ، واقوى نفسيا. الخلاصة، انت مش محتاج تحمي طفلك من الفشل، انت محتاج تعلمه انه يتعلم من الفشل. الفرق من طفل خايف يغلط وطفل بيتعلم من الغلط هو نظام تعليمي واحد اتبنى صح. انا كوسايشتاين، ولو لسه فاكر ان الغلط مشكلة فانت محتاج تعرف يعني ايه ستيم.